لو ما شفتش الموسم الأول من مزرعة الأطفال يبقى لازم ترجع وتشوف الأول، هتلاقي الرابط تحت الفيديو. واللي شفنا فيه إيما ونورمان لما حاولوا يهربوا أكتر من مرة بعد ما اكتشفوا حقيقة الدار الملعونة اللي عايشين فيها، واللي كانت بتقدمهم وجبات للشياطين، لكن كانت المديرة دايما سابقاهم بخطوة. بس في الآخر قدرت إيما وري إنهم عملوا خطة ذكية ويهربوا مع مجموعة من الأطفال، وأخيرا خرجوا وشافوا شمس الحرية وحسوا بالسعادة. فيا ترى هيقدروا يهربوا من الشياطين اللي بدأت تطاردهم؟ ده اللي هنعرفه في ملخص الموسم الثاني يا أحلى متابعين. حضر بقى مشروبك اللذيذ واشترك في القناة لو لسه جديد مع لايك الجميل اللي بيدعمنا كتير، وما تنساش تصلي وتسلم على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. وبنرجع تاني لقيمة والأولاد وهم ماشيين في الغابة عشان يستكشفوا العالم اللي بره المزرعة، وبيشوفوا حشرات مضيئة ونباتات وحيوانات غريبة أول مرة يشوفوها. ولما تعبوا من المشي قعدوا يستريحوا وياكلوا، فإيما قالت لهم ياكلوا كميات قليلة عشان الأكل يكفيهم، وكمان يعملوا كده في المية. في الوقت ده إيما بتكون مرهقة وتعبانة فمتغمض عينيها، فجأة ري بيطلع لها ومعاه إزازة مية فبتتفزع منه، فبيعتذر لها وبيطمنها إن مفيش وحوش برية في المنطقة دي، وبيقول لها ترتاح شوية وهو هيقوم بالحراسة، وبيوعدها إنه هيعيش عشان يحميها ويحمي عيلتهم دي كلها. بعدها إيما بتطلع القلم اللي كانت كروني سايباه مع نورمان قبل ما يتشحن، وكان قصدها في الوقت ده إنها تساعدهم بيه، ونورمان سابوا القيمة عشان يساعدهم في الهروب من المزرعة والوصول لمكان أمان واللي هو الملجأ مينيرفا. ولما راي بيفتح القلم بيطلع منه شاشة هيلوجرامية بتعرض خريطة توضح موقعهم الحالي، ولما بيلمس الشاشة بيظهر لهم لغز. وراي بيلفت انتباهه إن شكل البومة اللي كان موجود في كل الكتب اللي قراها قبل كده موجود في الشاشة، وكمان بيلاحظ إن مفيش شفرة موريس في كتاب علم الأساطير، وده معناه إن حل الألغاز اللي موجودة في القلم هتكون في الكتاب ده. وفعلا بيفتحوا الكتاب على الصفحة والسطر المحدد وبيكتبوا الكلمة في الشاشة الهيلوجرامية، بيطلع لهم رسالة بخط اليد من مينيرفا مكتوب فيها لو احتجتم مساعدة تعالوا لي بسرعة، وكمان كاتب لهم إحداثيات الموقع اللي هيروحوا له فيه. فبياخدوا القلم وبيمشوا في الطريق بيشوفوا نبتة غريبة، وعشان ري بيحب القراية ومثقف بيعرفوا من النبتة دي بتخزن المية جواها، فبيشقوها وبتطلع منها مية حلوة صالحة للشرب فعلا، وبيفرحوا بيها الأولاد جدا. في الوقت ده إيما بتتحمس وبتقول لهم هنكمل طريقنا وهنقابل حلفاء كتير، وبعدها هنرجع ننقذ إخواتنا الباقيين. في الناحية التانية بتكون الشياطين الحراس بيجهزوا نفسهم ورايحين يدوروا عليهم، وفي الليل وهم لسه ماشيين في طريقهم إيما بتسمع صوت خبط وحاجة بتجري عليهم، فبيطفوا المصابيح وبيظهر لهم وحش ضخم جاي بيجري عليهم. فبيفضل الأولاد يجروا والوحش بيجري وراهم لحد لما إيما بتقع في مكان غريب. فري بيقول لها إنه فخ تعابين. وقتها دون وجلدة بياخدوا باقي الأطفال وبيجروا، وري بيقول لها تجري في الاتجاه اللي راح فيه الأولاد وتسيبه، وهو هيوقع الوحش في الفخ وهيروح لهم على طول، فبترفض تسيبه لوحده. لكن ري بيقدر يقنعها إنه أشطر منها في المطاردة، وأخيرا بتوافق وبتسيبه وبتلحق بأصحابهم. بعدها ري بيستفز الوحش عشان يجري وراه لحد لما يوقعه في الفخ، لكن بتحصل حاجة غريبة جدا، وهي إن ري بيلاقي راس الوحش طارت من غير سابق إنذار، وبيسمع صوت حد بيتكلم فبيبص من بعيد وبيتصدم لما بيشوف الحراس الشياطين قدامه. يعني خلص من الوحش تطلع له شياطين؟ ده حظ إيه ده يا ناس! وري بيحتاس ومش بيكون عارف يعمل إيه ويروح منهم فين، لكن زعيم حرس الشياطين بيقول له اطلع أحسن لك أنا شامم ريحتك. فري بيكتب كلام على شجرة وبيطلع يجري وبيقول له إيه اللي يحصلني يكسرني. وبنروح لقيمة والأولاد بيكونوا قلقانين قوي قوي على ري عشان اتأخر وما لحقش بيهم، فإيما بتقرر تروح تدور عليه وبتقول لدون ياخد الأولاد ويمشوا في نفس الاتجاه ده وهترجع مع ري. بس للأسف يا دوب بتمشي خطوتين وبيغمى عليها، فالأولاد بتتفزع عليها، وده لأنها سخنة جدا ومكان ودنها المقطوعة كان بينزف وملتهب. والأولاد بقوا محتاسين، الأول ري ودلوقتي إيما، ومش عارفين يعملوا إيه عشان ري وإيما هما اللي كانوا بيخططوا وبيفكروا لكل حاجة. في الوقت ده فجأة بتطلع لهم واحدة بتقول لهم تعالوا ورايا وما تخافوش مني، فبيستغربوا جدا انت مين؟ وجلدة بتطلب منها تكشف وشها. في نفس الوقت بيكون ري لسه بيجري من الحراس اللي بيطارده لحد لما بيلاقي نفسه محاصر من كل الجهات. وقتها بيكون خلاص تعب جدا من كتر الجري فبيقع على الأرض وسطهم، لكنه بيحاول يقوم ويوفي بوعده لقيمة إنه هيعيش ويحميها هي وكل إخواتهم.
وفجأة بيدخل فارس ملثم على حصان وبيخطف ري من وسط الشياطين، وبيرمي عليهم كورتين بينفجروا وبيطلعوا دخان علشان يعرف يهرب منهم، فبيختفي من قدام الشياطين ومش بيقدروا يحددوا مكانهم باستخدام حاسة الشم، وده لأن الدخان أثر على حاسة الشم عندهم. وري بعدها بيصحى بيلاقي نفسه نايم في كهف، فبيتمشى فيه يستكشفه لأنه بيتفاجئ لما بيشوف إيما نايمة، فبيجري عليها وهو مخضوض لحد لما بتصحى، وبيفرحوا هما الاتنين لما بيشوفوا بعض، وإيما بتحمد ربنا إنه لسه عايش. ولما بصوا حواليهم لقوا متوفر لهم الفرش والأكل والمية، وكمان جرس عشان لو احتاجوا حاجة، خدمة فندقية دي ولا إيه؟ وراي بيستغرب إنهم مش متكتفين، فبيقول لإيما أكيد الراجل الملثم اللي أنقذني ده مش من الأعداء. فإيما بتسأله هو ممكن يكون مينيرفا؟ قال لها ممكن، ولو مش هو يبقى أكيد حد تبعه. وقتها بتوصل البنت الملثمة، فإيما بتستخبى ورا ري، فبتقول لإيما الحمد لله إن الأعشاب عالجت الحمى بتاعتك، بس لازم ترتاحي. وقالت لها برافو عليكي إنكم هربتوا من المزرعة، وبتطمنهم إنهم هيكونوا هنا في أمان. وإيما بتسألها عن باقي الأولاد، فبتطمنها وبتقول لها هم بخير، تعالي معايا. وهم ماشيين ري بيسألها عن الراجل الملثم اللي أنقذه، قالت له تقصد سونجو، هو موجود هنا. فإيما بتقول يعني هو مش مينيرفا؟ قالت لها مينيرفا مين؟ وري بيركز شوية كده وبيفاجئنا كلنا وبيقول لها هو من إمتى الشياطين بتنقذ البشر؟ إيما بتتصدم، فبتبص على رجلين البنت وبتكتشف إنها من الشياطين. وسونجو ده بيجي وهو شايل سلاح وبيقول لها اتأخرتي ليه؟ شكلك مشيتي من الطريق الغلط. قالت له يا عم انت بسلاحك اللي شايله ده اللي جيت في الوقت الغلط. فبيبص سونجو للأولاد وبيقول لها مالكم مفزوعين كده ليه؟ وإيما سابتهم وجريت تدور على باقي إخواتها في الكهف، لحد لما بتشوفهم قاعدين في مكان هادي. والأولاد أول لما شافوها هي وري فرحوا وقاموا حضنوهم هما الاتنين. وقتها بتيجي البنت وبتعتذر لهم، بتعرفهم إن اسمها موجيكا، وبتقول لهم إن بالرغم إنهم نوع من الشياطين، لكن ديانتهم وعقيدتهم بتمنعهم من أكل البشر، وبتطمنهم إنهم هيساعدوهم. وفعلا بيقدموا لهم الأكل والشرب وكل حاجة بيحتاجوها. وبالليل كل الأولاد بيناموا، لكن ري وإيما بيروحوا لسونجو عشان يعرفوا حكايتهم إيه وليه مش بياكلوا لحم البشر زي باقي الشياطين. سونجو قال لهم إنه من زمان ما شافش بشر غير في المزارع. فري قال له هو إحنا في كوكب الأرض ولا في حتة تانية؟ فقال له أيوة إحنا في كوكب الأرض وفي سنة 2046. أنا هحكي لكم كل حاجة. وقال لهم من 1000 سنة كان البشر والشياطين موجودين، وكان البشر عددهم كتير، فكان الشياطين تقدر تصطادهم وتاكلهم في أي وقت. عشان كده البشر ابتدوا يصنعوا أسلحة عشان يدافعوا بيها عن نفسهم، لحد ما بقت أعداد كبيرة من الشياطين بتموت أكتر من أعداد البشر اللي بيموتوا. وفضلت الحرب دي مستمرة بين الطرفين لحد لما البشر وصلوا لاتفاق، وهو ده اللي بيسموه الوعد. وكان الاتفاق ده إن في عالم البشر مش هيصطادوا الشياطين، ولا في عالم الشياطين هيصطادوا البشر. عشان كده الوعد ده قسم العالم نصين. وعشان الاتفاق ده يفضل مستمر، كان البشر بيعملوا مزارع للبشر عشان يبيعوا الأطفال للشياطين ياكلوها براحتهم. والمزارع دي بتكون موجودة في عالم الشياطين، وانتوا دلوقتي في عالم الشياطين. وإيما وراي بيفرحوا لما عرفوا إن في عالم للبشر وإنهم ممكن يروحوا له، لكن سونجو صدمهم وقال لهم لحد دلوقتي محدش عرف يعدي العالم البشر، والسبب في كده إن في جزء من الاتفاق بينص على عدم الانتقال بين العالمين. وتاني يوم الصبح بيبتدي سونجو وموجيكا يعلموا الأولاد كل حاجة يحتاجوها بره الغابة، زي الطبخ والتسلق وبعض من فنون القتال زي استخدام السهام والرمح وكده يعني. وفي يوم بيقرر سونجو يخرج بره الكهف عشان يصطاد ويستكشف المنطقة قبل ما الأولاد يخرجوا. وقتها إيما بتقول له خدني معاك عشان أتعلم إزاي أصطاد، فبياخدها معاه وفعلا بيعلمها الصيد، وكمان بيوريها نبتة مصاصة الدماء واسمها فيدا، وبيعرفها إن الشياطين بيغرسوها في قلب الفريسة بعد ما بيصطادوها، والحكاية دي بيسموها الجبنة، ولو النبتة ظهرت يبقى ممكن تاكل الأكل ده. وبتفتكر إيما إنها شافت النبتة دي مغروسة في قلب كوني لما كانت في العربية، فبتحزن عليها لأن النبتة دي اتغرست في قلبها وهي لسه عايشة. وفي الليل بتقعد إيما مع موجيكا وبتوريها صور أصحابهم اللي لسه في المزرعة، وفي نفس الوقت ري بيكون قاعد مع سونجو بيلعبوا شطرنج، وبيفوز ري عليه والأولاد بيفرحوا، وسونجو بيقول له أنت محارب قوي يا ري، لكن الأولاد بيقولوا له إن نورمان كمان كان أقوى.
فبيحزن ري وبيطلع صورة ليه ونورمان لما كانوا سوا في المزرعة. في نفس الوقت إيما بتشكر موجيكا على كل حاجة علموها ليهم، وموجيكا بتقول لها إنها سعيدة إنها اتعرفت عليهم واتكلمت معاها عشان دي أول مرة تكلم بشر وبيعتبروا بعض أصدقاء. وتاني يوم بيوصلوا الأولاد لبره الغابة وبيودعوهم، وكمان موجيكا بتدي القيمة تميمة عشان تحميها. وبيمشوا كلهم علشان يروحوا لملجأ مينيرفا. وبعد ما مشوا سونجو بيقول لموجيكا انت شكلك اتعلقتي قوي بيهم. قالت له وانت كمان شكلك اتعلقت بيهم، والا كنت سلمتهم للمزرعه واخدت مكافاه كبيره تكفينا 6 شهور وزياده. وسونجو بيصدمها وبيصدمنا لما قالها انه مش بيساعدهم لوجه الله، لان ده بيخطط انه ياكلهم بعد ما يكبروا ويتكاثروا ويكون في عدد كبير من البشر بره المزرعه يقدر يصطادهم. وبيسيبها وبيمشي، وبنعرف انه رايح يخلص على الشياطين الحراس اللي بيدوروا على الاولاد. في الوقت ده بيكون الاولاد وصلوا لموقع مينيرفا اللي احداثياته ظهرت لهم في الخريطه، لكن المكان بيكون عباره عن صحراء ومفيش اي حد عليها. فبيطلعوا القلم وبيفتحوه وبيحلوا اللغز اللي في الشفره، فبيطلع لهم خريطه بتوضح مدخل لمكان تحت الارض. فقعدوا يدوروا على المدخل ده لحد لما شافوا ونزلوا تحت، فشافوا مكان كبير جدا ومليان غرف كتير قوي، وشكله فعلا ملجأ كبير للناجين. وكمان في شاشات مراقبة كتيرة بتعرض كل اللي بيحصل بره المكان. وبيلاقوا رسالة من مينيرفا وكاتب لهم فيها إن المكان ده هو اللي صممه عشان يكون ملجأ لكل الأولاد اللي بيهربوا من المزارع زيهم. بعدها بكام يوم بتكتشف بنت أوضة غريبة، ولما بيدخلوا فيها بيلاقوا مكان مكتوب عليه الحقوني. فبيعرفوا من الرسالة دي إن كان في حد قبلهم في المكان وإن في حاجة هجمتهم عشان كده طلبوا المساعدة. وفي نفس الوقت بيجي دون وبيقول لراي وإيما تعالوا معايا هوريكوا حاجة. فبيروحوا معاه وبيشوفوا باب عليه رسمة البومة وجنبها مكان للقلم. فإيما بتدخل القلم اللي معاها في الفتحة والباب بيفتح. وأول لما بيدخلوا التليفون بيرن، فبترفع إيما السماعة وبتتصدم لما بتلاقي اللي بيتكلم معاها هو ويليام مينيرفا. لكن للأسف بيطلع ده تسجيل صوتي ليه بس، وبيقول فيه إن اسمه الحقيقي هو جيمس سيراتوري، وإنه كان ضمن الناس اللي شغالين في مزارع الأطفال، لكنه بعد فترة ما بقاش قادر يستحمل فكرة تربية الأطفال والتضحية بيهم بسبب وعد بين البشر والشياطين من 1000 سنة. وبما إنه ما يقدرش ينقض الوعد ده، فبدأ يخبي رسائل مختلفة للأطفال في الكتب عشان يقدروا يختاروا مستقبلهم. وقال لهم على الخيارين: إما يستسلموا لمصيرهم ويفضلوا في المزارع، أو يحاولوا يهربوا للملجأ اللي هم فيه دلوقتي. ومع إنه كان بيكتب الرسائل باسم مستعار وهو ويليام مينيرفا، وبيعرفهم إنه مبسوط إنهم وصلوا للملجأ، وبيقول لهم إنه مكان ممكن يعيشوا فيه للأبد، وإنه كان نفسه يقابلهم ويشوفهم ويتكلم معاهم. لكن لو عايزين يروحوا عالم البشر فكل اللي عليهم يكتبوا حروف كلمة مستقبل. بعدها بيجتمعوا الأولاد وبياخدوا قرار إنهم يروحوا لعالم البشر. وري بيفتح القلم وبيكتبوا كلمة مستقبل، فالقلم بيفتح لهم خريطة كبيرة جدا وبتكون إحداثيات لموقع عالم البشر بعيدة جدا عن المكان اللي هم فيه دلوقتي. فبيقرروا إنهم يبنوا أساس هنا الأول يعيشوا عليه، وبعدها يهربوا الأطفال اللي في المزارع كلها. وبعد ما يتجمعوا كلهم في الملجأ ده يخططوا رحلتهم سوا لعالم البشر. وفعلا الأولاد كملوا حياتهم في الملجأ ده وابتدوا كلهم يتعلموا الصيد. ومش بس كده، ده كمان اتعلموا ازاي يصنعوا الأسلحة، وبيستمتعوا باللعب والأكل والعزف كل يوم. وفي يوم الأولاد بيطلبوا من إيما تعمل لهم أكلات جديدة. قالت لهم إنها هتحاول تصطاد وتجيب لهم أكل لذيذ جديد، لكن حظها ما كانش كويس وما عرفتش تصطاد أي حاجة. وتوما بيصطاد نوع من السمك بيسميه اللزقانية وبيروحوا يطبخوه، والكل بيكون خايف يجربه لحد لما ري بيجربه وياكل منه وبيطلع لذيذ جدا، والكل بدأ ياكل منه وهم مبسوطين. بعدها بنشوف إيزابيلا اللي ماما بتاعة المزرعة في السجن بتتعاقب عشان أطفال المزرعة قدروا يهربوا منها. وفي الوقت ده بتجيلها سارة الرئيسة بتاعتها اللي قتلت كروني وبتقول لها: انت كنتي اكفأ واحدة شغالة معانا، بس لازم تتعاقبي على غلطتك دي وانك ما خدتيش بالك من الاولاد، لكن مش مشكلة. وبتعرفها انهم بعتوا مجموعة مسلحين علشان يقبضوا عليهم ويرجعوهم تاني، وهيتشحنوا زي ما كانوا مخططين قبل هروبهم. وبنرجع للاولاد في الملجأ، وبتكون إيما وري بيتكلموا سوا في موضوع رجوعهم للمزرعة وإنقاذ باقي الأطفال. وفجأة بيحصل انفجار كبير في مدخل الملجأ اللي قاعدين فيه، والجنود بيقتحموا المكان. فالأولاد بيستخبوا
بيستخبوا في مكان تحت الأرض، لكنهم بيكتشف إنهم ناقصين اتنين، والاتنين دول هم دون وروسي، وكانوا قاعدين في أوضة كاميرات المراقبة لوحدهم هيموتوا من الرعب. وقتها بيدخل عليهم جندي فبيشغلوا دون بالكلام، وروسي بيخبطوا، بيكمل عليه دون وبيديه بالكرسي وبيجروا من المكان. بعدها بينزلوا مع باقي الأولاد تحت الأرض، وبعد ما بيتجمعوا بيهربوا لبره الملجأ عن طريق ممر سري، وري قال لهم بسرعة على الغابة، فالأولاد بتسبقهم وري وإيما وراهم، لكن بيلاقوا الجنود مسكوهم، وأول لما شافوهم بيقولوا لهم أهلا بيكوا، تعالوا جنب إخواتكوا. وقتها بيهجم عليهم وحش ضخم وبيقضي على الجنود كلهم، وبيكون ري وإيما واقفين ومش عارفين يعملوا إيه، لحد لما ري طار وضرب الوحش بسهم في عينه، فما بقاش شايف قدامه، والأولاد قدروا يهربوا منه. نسيب بقى الأولاد ونرجع للماما إيزابيلا في السجن، لما الرئيسة بتروح لها ومعاها الشياطين، وكانوا ناويين يخلصوا عليها وجايبين معاهم وردة مصاصة الدماء، لكن الشيطان بيقول لها عشان كنتي أم متميزة للمزرعة قدامك فرصة تانية، بشرط ترجعي الأولاد للمزرعة تاني وتجهزيهم للشحن زي الاتفاق. كمان بتقول لها هنحررك من عالم الشياطين نهائي، وهنشيل الجهاز اللي على قلبك ونسيبك ترجعي لعالم البشر. ومش كده وبس، ده في مكافأة تانية، وراح مقرب من ودنها وقال لها على المكافأة التانية. فراحت الماما انبهرت وقالت له موافقة طبعا، والحماسة خدتها ورجعت زي الأول. مفيش فايدة. وبنرجع للأولاد اللي قدروا يهربوا من الغابة وراحوا مكان زي المعبد كده، كان قريب من قرية سكانها كلهم من الشياطين، وفيها سوق بيتباع فيها أكل وشرب وكل حاجة. وبقى كل يوم دون وراي وإيما وجيلدا بيتنكروا وبيروحوا للسوق في شكل الشياطين عشان يقدروا يجيبوا لإخواتهم أكل ياكلوها. ما خلاص ما بقاش في ملجأ ولا راحة، وتحولت حياتهم لبهدلة. وإيما بتلوم نفسها إنها هربت الأولاد معاها وهي السبب في بهدلتهم كده، وبتقول إنها كانت فاكرة إنها هتلاقي بره عالم للبشر، لكنها اكتشفت إن اللي بره هو عالم للشياطين، فكان اللي تبهدلهم معاها ويشوفوا الذل ده. وري بيسمعها وبيقول لها إيه الكلام ده، اوعي تقولي كده تاني ولا تفقدي الأمل. تاني يوم وهم رايحين السوق عشان يجيبوا أكل لإخواتهم زي كل يوم، في اتنين من إخواتهم الصغيرين أصروا يروحوا معاهم، وري وإيما حاولوا يقنعوهم إنهم لسه صغيرين، لكنهم صمموا يروحوا فيضطروا ياخدوهم. وهم في السوق الاتنين الصغيرين دول خبطوا في اتنين من الشياطين غصب عنهم، فبيقعوا على الأرض، والشياطين دول بيشموا ريحة حلوة منهم وقالوا أيوة دي ريحة البشر، فبيبصوا للأولاد، لكن الأولاد جريوا بسرعة والشياطين بيجروا وراهم، لغاية لما بيقفوا في مكان وبيتفقوا إن ري وإيما بيستدرجوهم على ما يهربوا من المكان، وبعد كده هم هيحصلوهم. وفعلا الأولاد هربوا، بس إيما وري لسه بيجروا من الشياطين لغاية لما بيحاصروهم من كل الجهات وبيحاولوا يهربوا منهم، لكن للأسف مفيش مفر وشكلهم خلاص وقعوا في الفخ. وقتها الشياطين اللي كانوا بيجروا وراهم بتقرب منهم، لكن فجأة بيجي واحد من الشياطين وبيخلص عليهم وبيشقهم نصين، وشكلها تكون ليلة جامدة. الشياطين وقعت في بعض ولا إيه؟ يا الله في داهية. المهم إن واحد من الشياطين دول بيقرب من إيما وري وبيرفع القناع من على وشه، وهنا بتكون المفاجأة اللي مش متوقعة اللي بتخلي إيما انهارت وعيطت، وري واقف ومصدوم زي الصنم من هول المفاجأة. فيا ترى هيطلع مين هو الشيطان اللي أنقذهم بعد ما رفع القناع؟ وليه إيما كانت اتفاجئت وعيطت وري كان مصدوم؟ ده اللي هنعرفه في الملخص الجاي والأخير. ما تنساش تشترك بقى في القناة لو لسه جديد، وسيب لنا رأيك اللي بيشجعنا في التعليقات. ولو بتحب ملخصات الأفلام هتلاقي على قناتنا التانية أجمد ملخصات الأكشن والإثارة، هسيب لك الرابط في الوصف والتعليق المثبت. ادخل بقى شوف العظمة اللي هناك يا صديقي، وقول لنا رأيك إيه هناك، واشوفكم على خير في ملخص جديد. سلام.